واش الخوت هانين؟ واش عمرك سولتي راسك شكون هما بني اسرائيل وكيفاش داز الطريق ديالهم من العبودية في مصر حتى ولات عندهم دولة قوة عالمية؟ اليوم غادي نلخص لكم كتاب العالم بين يديك، كتب الدكتور احمد محمد سافوش اللي كيعاود القصة من أ حتى لزاد. القصة بدات مع سيدنا يعقوب اللي سميتو إسرائيل. ولادو 12 نزلوا لمصر تكاثروا تما، ولكن من بعد استعبدوهم الفراعنة حتى جا سيدنا موسى ووقعات المعجزة ديال شق البحر بالعصا ديالو. خرجوا من مصر وبدات الرحلة فوق جبل سيناء فين نزلات الوصاية العشر اللي شكلات دستور بني إسرائيل. ملي دخلوا الأرض المقدسة دازوا من نظام القبائل للنظام الملوك، وكانت هاد الفترة هي العز ديالهم فاش حكموا داود وسليمان وبناو الهيكل الأول. ولكن من بعد وفاة سليمان وقع الانقسام وبدا الفساد، الشيء اللي خلى بابل تسيطر عليهم وتدمر الهيكل ديالهم وتاخدهم. بعد ما دمر الرومان الهيكل الثاني تشتوا اليهود. ملي تشتوا اليهود في العالم كامل لقرون طويلة، هاد ديزابور او التشتاش خلاتهم يعيشوا في بلايص مختلفة حتى لنهاية القرن 19 فاش بانت الحركة الصهيونية اللي طالبات بوطن في فلسطين. الكتاب كيورينا كيفاش التاريخ ديال بني إسرائيل مرتبط بالسياسة ديال دابا، وكيفاش أساس دولة إسرائيل في 1948 بعد الحرب العالمية الثانية. كتاب مهم بزاف اللي بغى يفهم جذره والصراع اللي كتشوفوه اليوم. هذا الكتاب تنصحكم به تقراوه، تقريبا فيه شي 600 صفحة، كتاب واعر وغتعرف فيه بزاف وش اللقوة. وهذا ما كان اخوتي، تهلاو.